يا صباح الخير على عيونكم الحلوة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. عايزيكم كده أول حاجة، لو مش مشتركين في القناة وأول مرة تشوفوها، لو عجبتكم ما تنسوش بجد تعملوا اشتراك في القناة عشان انتوا بتتفرجوا، وكمان بتنسوا تشتركوا في القناة، وكمان ما تنسوش تدوني بقى اللايك الحلو عشان دوت اللي بيرفع الفيديو. انا يا جماعة جيت كده النهاردة فطرت فطار كده يعني بسيط قوي، بس يعني حلو جدا، يعني فطار بسيط بس يسعدنا كده. وبعدين بقى كان عندنا تنظيف وترويق وحاجات كتير قوي 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 كان لازم نعملها علشان البيت كان عندي متدمر بصراحة. طبعا ده بجانب بقية التنظيفات التانية اللي انا بنضفها من ورا الكاميرا وكده. طبعا البيت اللي فيه اطفال بيبقى على طول مش منظم، على طول متبهدل. حتى لو انتوا شفتوني قدام الكاميرا بنضف وبعمل، ده ما بيكملش بجد نص ساعة والدنيا بتتبهدل تاني. يعني بجد الواحد تعب من كتر ما هو بيظبط الدنيا وبيعدل، وفي الآخر برضو الدنيا بتتبهدل تاني. بس يعني الحمد لله، ربنا يدي أطفالنا الصحة والعافية يا رب، ويعيشوا ويبهدلوا ويتبسطوا. دلوقتي بقى عايزة أقول لكم أنا شفت الخلطة ديت على النت، على الفيس، فقلت أنا هجربها لأني عندي الصالون من غير يعني كفر. فانا قلت بقى ايه اعملها كده واجربها. الخلطه دي كانت عباره عن ميه وخل ونقطه صغنطوطه قوي 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 من المسحوق بتاع الغسيل بتاعك، علشان انت بتمسحيها كده وبعد بصوا، كده لو تحسوا بتمسحي ان الحته بميه دي غامقه نظيفه. شويه تعالوا نجربوا بس فيها بقى بتبقى كده. الفوطه اللي انت مستخدماها بتبقى منديه، اذا كانت من المسحوق او من الميه النظيفه. يعني انت بتمسكيها تبليها كويس جدا 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 في قلب الميه والخل، وكمان لو تسيبيها نص ساعه في قلب الميه والخل، وبعد كده بتمسكيها تعصبيها بقى كويس قوي، وتبدأي بقى ايه تنضفي. بصوا هنا كنت بقول لكم اللي هنا كان في بقعة، كان يزن عاملها لي وكده، انا مسكتها نضفتها. على فكرة نضفت جدا جدا جدا. فانا عملت الكنبة ديت وعملت الكنبة اللي هي بتتفتح شبه الركنة كده، بقى شبه السرير كده. بس وخلصتها وطلعت اللي اعرف اشيله طلعته الشمس، والتانية كانت يزن نايم على بقيتها يعني من جوه، فولعت عليها المروحة. ودخلنا بقى على الحمام. طبعًا كان بجد كان بقى لي فترة ما عملتهوش. أنا عايزة أقول لكم إن أنا مسكته أكلته أكل يعني. بجد كل تنتوفة في الtoilet لازم تتعمل. ويا ريت يا ريت يا جماعة بلاش تتأخروا عليه. يعني على فكرة عايزة أقول لكم على حاجة، أنا يعني يوم ويوم الصراحة باعمل الحوض وباعمل الtoilet، يعني أعزكم الله. يوم ويوم. ليه؟ علشان خاطر ما يعني حد جالي الحمام بالذات، الحمام بالذات لازم يكون شكله نظيف. بصوا عملت المراية وعملت ال البتاع اللي بحط عليها الشاورات والشامبوهات والحاجات ديت الأول، وبعد كده شطفتها لأن المراية قبل كده يعني غسلتها وسبتها، ولقيتها بعد كده جيرت. فانا اصلا الاول كنت بعمل ايه، كنت بعمل ان انا بعمل الحيطان الاول، وبعد كده بعمل الارضيه ماشي، وبعد كده وفي الآخر خالص باعمل الحوض والتويلت. فكانت وباسيبها بقى ساعة، يعني ساعة، فكانت المراية بتجير. يعني حتى لو غسلتها بالاقيها الصابون ماسك فيها شوية يعني أكتر من الأول. فأنا بصراحة باحب أسيب أوي 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 المسحوق أو الخلطة بتاعة الغسيل ديّة على السيراميك في الأرض، بتخلّيه بيلمع. يعني أنتِ بتدعكيه وبتسيبيه بتخلّيه بيلمع. بس النهارده عشان انا كنت مستعجله شويه، فقلت بقى انا ايه هعمل حاجه كده ايه، يعني هخلص برضو كله بس بطريقه تانية، يعني ان انا اعمل كله واشطفه وكده، بحيث ان انا ايه يبقى عندي وقت اخلص بقى بقيه الحاجه اللي ورايا. طبعا كان يزن كان نايم في الوقت دوت، فانا كنت بصراحه عماله اخلص بسرعه بسرعه بسرعه، بحيث ان هو ما بيصحى وانا ببقى لوحدي ما بعرفش اعمل منه بجد اي حاجه.
ف الوقت ده هو كان نايم بس صحى في الاخر، وانا معرفتش اكمل لكم الفيديو يعني، بس وريتكم ان انا ايه اللي انا عملته. بصوا في الوقت ده بقى هو كان صحى ووقف لي، هوريهولكوا دلوقتي وهو واقف بيبهدل نفسه طبعا، فما ينفعش ان هو يقف معايا في حاجه زي دي، كمان بحيث ان ديت مواد كيماويه يعني كلور ومعطرات وحاجات، فهو ما ينفعش يقف وانا بعمل الحاجه دي. بصوا انا بقى خلصت مع نفسي بقيه الحاجه، وقلت يلا بقى يا جماعه نعمل غدا رايق. انا يا جماعه بقى هنا بعمل رز الاول ابيض. عايزه اقول لكم ان انا قلت يعني ايه انزل الطريقه بتاعه الرز الابيض لاني انا كنت الاول بنت ما بعرفش اعمل الرز، يا اما بيطلع ناشف مني قوي يا اما بيطلع معجن مني قوي، لكن دلوقتي انا بقيت استاذه يعني. فانا بوريكم بس ايه محتوى كده الرز، يعني عشان لو بنت او بنوته لسه متجوزه مش عارفه تعمل، فهقول لك ايه المحتوى بتاع الرز يعني كده. الرز يا جماعه انت بتحطي سمنه وزيت علشان الرزايه تبقى مفلفله، تمام. فبتحطي سمنه وزيت على قد طبعا الكميه اللي هتعمليها، وبتحطي الميه وتسيبيهم يغلوا على النار، تمام. الميه يعني انا مثلا عملت كوبايه رز وبحط عليها كوبايه وربع ميه، تمام. ده كوبايه رز دي بتكفي شخصين او شخصين وفرد بيبي يعني كده بس. وبعد كده اول ما الميه تغلي طبعا انت حطيت لها الملح، اول بقى لما الميه تغلي تغسلي الرز وتيجي حاطه وبس، وتسيبيها على العين العاليه دي. اول ما الرز يتشرب من الميه خالص بتيجي نقليه على عين صغيره وتوطي العين خالص، وكمان تحطي شياطه بس. تسيبيه 10 دقايق وبعد كده تقلبيه، وبعد كده تسيبيه كمان ربع ساعه، وبعد كده تطفي عليه هيبقى الرز تمام التمام. ماشي. هنا بقى عايزه اقول لكم انا عملت اللحمه ديت اول مره اعملها بالطريقه ديت، وهقول لكم ايه اللي حصل فيها يعني. دلوقتي انا حطيت البصله وخليتها تدبل، وبعد كده حطيت سمنه، وبعد كده حطيت اللحمه وخليتها تتشوح كويس قوي مع البصله، وبعد كده حطيت كوبايه ميه وغطيت عليها، تمام. وسبت بقى اللحمه تستوي براحتها خالص، وكانت كل لما بحس اللحمه عايزه محتاجه ميه تاني، لان ديت لحمه شرايح مش لحمه مكعبات، كل ما بقيت بحس ان هي محتاجه ميه تاني بحط لها، تمام. وطبعا حطيت البهارات ما عدا الملح، وفي الاخر ورحت حاطه الملح بتاعي وسايباها غاليه غلوه كده، وجبت ميه بنشا، معلقه نشا كبيره ونص كوبايه ميه، وحطيتها بقى على الخليط ده، وفضلت اقلب فيها لحد بقى ما تتشرب خالص من الخليط ده وبس. ده كان شكل الاكله بتاعتي النهارده، بسيطه وسهله، وعايزه اقول لكم بحبكم جدا.